يلا، ومش فاهمة لسه يعني الجواز بالنسبة لها حاجة جديدة، فأنت بشاويش وكده وواحدة واحدة وسايسها. قالي أنا مش فاهم حاجة يا حماتي، ما تفهميني على طول. قلت له بصراحة هي بتتعب من الموضوع ده، مع إنها خايبه في واحدة يبقى معاها كنز زي ده وتعمل كده. قالي يعني أنت شايفة إن أنا كنز؟ قلت له واللي تقول غير كده تبقى عبيطه. بس هي اللي مش عارفة قومتك. وبعديها بشوي ناديت على بنتي وقلت لها أنا فهمته وأنا هنزل بقى بيتي عشان لازم أروح. لكن هو قال لي لأ، أنت لازم تباتي معانا النهاردة. قلت له ما أقدرش. قال لي ما تقدريش ليه؟ أنت وراكي إيه في البيت؟ المهم إن هو مسك وفضل متبت في الموضوع، وأنا فعلا قعدت. واليوم ده كنا سهرانين كلنا بنتفرج على فيلم في التلفزيون، وأنا قاعدة وهو قاعد جنب بنتي، لكن أنا من ناحيته هو. وفجاه لقيت حاجة بتحصل غريبة من ورايا كده، وعرفت إنه هو، لكن ما قدرتش أتكلم. ما أعرفش ليه، ما كنتش عارفه اتكلم. يمكن عشان أنا كنت فرحانة بجوز بنتي إنه هو كده وإنه راجل. أيوة، أمال إيه؟ وأنا بصراحة فضلت قاعدة، وبعد شوية بنتي راحت في النوم وأنا أخدت بالي. فقلت له يا خبر، دي البنت نامت، خدها بقى وأدخل وناموا، أنا بحب أسهر. جالي وأنا زيك بالظبط، أنا صاحي، تدخل تنام جوه وأنا وإنت نقعد نكمل الفيلم. قلت له لا، خش انت ارتاح برضو. قال لي أنا ما وريش حاجة بكرة وهقوم براحتي، فعادي هسهر معاكي. قلت له طيب، اللي انت تشوفه. المهم إن هو قام صحى بنتي ودخلها أوضتها لحد ما اتأكد إن هي نامت، وبعدين خرج قعد يكمل معايا الفيلم. وبعد ما خلص الفيلم قال أنا مش عارف البنات اللي مش عارفة مصلحتها دي. تعرفي الستات اللي في سنك كده هم اللي بيبقوا فاهمين وعارفين قيمة الراجل كويس وإمتى الجواز. أنا ما كنتش كبيرة قوي، كان عمري 45 سنة. قلت له طبعا، إمال إيه، أنا عارفة قيمتكم كويس، إنما هي بقى حاجة جديدة عليها، بكرة تتعود. قالي لا، اللي زي دي عمرها ما هتتعود أبدا. بقولك إيه، ما تيجي نقعد في الأوضة جوه، نتفرج على التلفزيون اللي جوه في أوضة الأطفال، تريحي جسمك شوي أحسن ما أنتي قاعدة هنا. في الأول رفضت، لكن مع إصرار وافقت، وفعلا دخلنا جوه ولقيته بيقفل الباب. لما سألته ليه بتقفل الباب، قال لي عشان الصوت، وانتي عارفه بنتك نومها خفيف. قلت له أيوة صح، وفعلا ولع التلفزيون وابتدينا نتفرج. لكن بعد شوي كل شوية كان بيقرب شوي، ولحد ما بقاش ما فيش مسافة خالص بيني وبينه. ولقيته وقتها قال لي كل اللي في قلبه بمنتهى الصراحة. قال لي بصراحة أنا لو كنت أعرف إنه بنتك كده ما كنتش اتجوزتها وكنت اتقدمت لك انتي. قلت له أنا؟ قال لي أيوة، انتي مش شايفه، انت عارفة أميت الموضوع إزاي. وقلت له وبعدين بقى، أنا مش قد اللي انت بتعمله ده، أنا بقالي محرومة أكتر من 15 سنة. قال لي ما عشان كده أنا جاي أعوضك عن أي حاجة في الدنيا. ولقيته ابتدى يعمل كل الحاجات اللي أنا كنت بتمناها. والليلة دي خرج من الأوضة عندي وش الصبح. وبعد ما كنت اليوم ده بس اللي حبيت فيه، قعدت عند بنتي يجي أسبوعين كل ليله، وهي فاكرة إن هو بيتكسف يعمل الموضوع ده عشان أنا قاعدة. وكل ما أجي ماشية تتحيل عليا وتقول لي لأ يا ماما، عشان خاطري ده انت قعدتك دي شايله عني كتير، وبتخليه ما بيطلبش مني حاجة. ده بيدخل يخليني أنام وبعدين هو ينام جنبي، وهي مش عارفة حاجة. وفضلنا على الموضوع ده كتير، تقريبا 6 شهور. وأنا بصراحة خلاص ما بقتش قادرة استغنى عنه. أنا اتعلقت بيه وحبيته لدرجة إنه أما بيدخل جوه الأوضة عند بنتي، ما هي برضو حتى لو مش بتحب الموضوع ليها حقوق، كنت بغير وبتضايق واتخانق معاه كمان. وأنا دلوقتي مش عارفة أعمل إيه ولا حتى أتصرف إزاي. علشان كده جيت لكم وحكيت لكم قصتي، ويا ريت تفيدوني وتقولوا لي أعمل إيه وأتصرف إزاي. وأنا هستنى كل التعليقات بتاعتكم وأقراها كويس.